هو معقولة الأسعار اللحمة وصلت لحد كده قبل العيد بيومين؟ تعالوا يا جماعة نشوف أسعار اللحمة المفروم، وكمان لو عايزين خروف مستورد أو خروف بلدي، والكبدة والبرجر وكل المصنعات واللحمة البلدي. وهل فعلا في لحمة بلدي في الفرجاني؟ احنا رحنا الفرجاني كده وهقول لكم أسعار العطارة وأسعار اللحمة هناك عاملة ازاي، البلدي والمستوردة. وكمان هقول لكم عنده اسعار يا جماعة على الزيت والرز والمكرونة، انتوا هتشوفوها بنفسيكم. يلا اللايك والشير والسبسكرايب، وطبعا زي ما احنا متعودين هسيب لكم مجلة الفرجاني في اخر الفيديو، وكمان هقول لكم انا رحت في انهي فرع وعناوين الفرجاني فين. احنا هو وصلنا الفرجاني. بتمنى من اخواتي وحبايبي طبعا اللايك والشير والسبسكرايب، وطبعا بشكر كل حد بيتفاعل معايا، ربنا يجازيكم كل خير ان شاء الله. يلا كده من غير كلام كتير نبدأ. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله عليه افضل الصلاة والسلام. وما ننساش دعوة لاخواتنا في فلسطين وجميع الدول العربية، ودعوة حلوة منكم كده بصلاح الحال. فيلا بينا. اول حاجة كده دخلنا الفرجاني، والفرجاني عنده زيت اسمه الفرجاني عامل 67 جنيه يا جماعة، وهنشوف طبعا وفرنا فيه قد ايه. كمان عامل ايه تاني، ده رز بريمو، وبريمو يا جماعة عامل 125 جنيه الكيلو. الخمسة كيلو عامل 125 جنيه. اما الكيلو عامل منه كام؟ عامل 25 جنيه، يعني الكيلو ب25 والخمسة كيلو منه عامل 125 جنيه يا جماعة. طيب كمان معانا زيت هلا اهو. زيت هلا ده 5 لتر دور الشمس، وده هيكون عامل 425 جنيه يا جماعة. كمان في رز الساعة، ورز الساعة نعرف سعره دلوقتي حالا. طيب هندخل كده على التوابل. فمعانا الترمس عامل 37 جنيه، وكان عامل 50 جنيه، نزل عليه تخفيض في العيد 37 جنيه او 38 جنيه. هنتأكد دلوقتي برضو من المجلة عشان هم مكانوش حاطين يا جماعة الاسعار، فانا كمان صورت بالعافية عشان الاسعار ما كانتش مظبوطة تماما، عشان كده انا هنزل لكم بالمجلة. عايزه اقول لكم ان انا رحت المشوار على الفادي كان زحمه جدا وما كنتش عارفه اصور خالص، وكانوا مانعين التصوير، فقلت طيب خلاص انا هصور على قد ما اقدر وهستعين بالمجله، عشان طبعا جيت المكان وركبت المواصلات والله على الفاضي. مكرونه لمتنا عامله 10 جنيه 75 قرش. مكرونه لمتنا عامله 10 جنيه 75 قرش. دي كلها اسعار يعني كانت بتاعه العرض اللي فات، لو انتوا كنتوا شفتوه ما كانوش لسه حطوا العروض الجديده. طيب هندخل بقى كده على رز الساعه. رز الساعه عامل 35 جنيه كيلو، والخمسة كيلو عامل 175 جنيه يا جماعه. عاصم عامل 37 جنيه اهو، ده سعره عشان مش في العرض يعني. كمان في رز الحمد، ورز الحمد ده عامل كام؟ عامل 23 جنيه 45 قرش يا جماعة. رز الحمد عامل 23 جنيه 45 قرش. وطبعا هنشوف كل حاجة مع بعض دلوقتي في المجلة. هقول لكم كمان فروع الفرجاني فين بالظبط، واقول لكم كل حاجة، واي سؤال ما قلتهوش يا ريت تكتبولي في الكومنتات. ده عامل الساعة عامل 5 كيلو 175 زي ما قلت لكم اهو. والتونة دي يا جماعة اسمها سيبريمو، دي عاملة 21 جنيه 45 قرش تقريبا، متأكد دلوقتي طبعا من المجلة. وفي كمان سمنة كريستال الصفراء او البيضة كيلو ونص عاملة 149 جنيه. وطبعا زي ما قلت لكم في زيت الفرجاني هنشوفه برضو دلوقتي مع بعض. كمان تسالي العيد، بصوا بسم الله ما شاء الله كانت الحاجات ما شاء الله حلوه جدا، وهقول لكم اسعارها دلوقتي بالظبط. كمان اللحمه هناك في الاقتصادي والمخصوص طبعا مستورد وفي بلدي. تعالوا ندخل كده على المجله ونشوف الاسعار والعروض بالتفصيل.
وتعالوا كده هندخل على مجلة الفرجاني. ومجلة الفرجاني معانا لحد يوم 15/6، وزي ما قلت لكم وعدتكم هسيب لكم العناوين في اخر الفيديو برضو. اللي عايز اي عنوان يكتب لي في كومنتات واكتب لي العنوان بالتفصيل. فهنبدأ كده باللحوم، ومعانا خروف ضاني مستورد كامل الوزن عامل 350 جنيه. ده بالنسبة للخلفي. في خروف أمامي عامل 340 جنيه، لحمة مفروم الاقتصادي ب170 جنيه. في كبدة شرايح ب135، برجر كفتة سجق مستورد الكيلو عامل 170 جنيه. كمان معانا لحم مفروم مخصوص وش فخدة بتلو مشفي، اي نوع من دولت هيكونوا عاملين 250 جنيه بدل من 270 جنيه. كمان في كباب حلة مستورد كيلو عامل 170 بدل من 190. كمان في كبدة بتلو مستوردة عاملة 190 بدل من 200. وفي عرق فليتو أو صوابع مستورد دي ب260 بدل من 300. كمان معانا فراخ وطنية من 850 ل900 عاملة 105. ومعايا كايرو ده كيلو عامل 40 بدلا من 50. كمان معانا كرانش توابل 7 بهارات الربع كيلو عامل 50 جنيه. وفي بهارات لحمة فراخ كبسة عاملة 120 الكيلو. في سمبوسك نص كيلو عاملة 22 جنيه. والزهار جل 600 جرام عامل 18 جنيه. الحمد رز كيلو عامل 23 جنيه 45 قرش. وكمان معانا زيت الفرجاني اللتر عامل 58 جنيه بدلا من 65. صلصة سلطانة ده عاملة 12 جنيه 45 قرش. أما بالنسبة لحلويات العيد ففي جامي توفي ده عامل 110 الكيلو. طحينة حلواني دي عاملة 115، دي 710 جرام. كمان في عكاوي مستوردة عاملة 240 جنيه. رز بسمتي اللي شفناه مع بعض ده يا جماعة عامل 43 جنيه. في كتف بتلو بالعظم ده عامل 190 جنيه. سمنة كريستال الكيلو ونص ب149. وطبعا صولا بونبوني بونبون كلير ده عامل 136 الكيلو. كمان في الشواية ب125. وفي اللي هي المروحة عاملة 29. طبعا في اسعار الجبن اهي يا جماعه سايبها لكم. طبعا في جبنه براميل بيور عامله 140، والدوار ملح خفيف ب100. وفي خشاله جبنه براميلي ساده بفلفل او كريمه دي ب160. وتشيز جبنه فيتا اسطنبولي براميلي الربع كيلو عامل 24 جنيه الا ربع. في كمان لزة بامية ملوكي 400 جرام التلات اكياس عاملين 19 جنيه. وفي الترشي بلدي ده وزن الزيتون دولسي الترشي يا جماعة عامل 12 جنيه. وزيتون دولسي ده عامل 70 جنيه الكيلو. كمان زبدة حلوبة الكيلو عامل 125 جنيه. وفلفل اسود حصى او ناعم الربع كيلو ب100 جنيه.
زيت هلا ال5 لتر عامل 425. وكريستال الذرة لتر و600 عامل 175. رز بسمتي هندي عامل 70 جنيه. والترمس المستورد عامل 38 جنيه. رز ساعة كيلو ب35 وال5 كيلو ب175 إلا ربع. رز بريمو كيلو عامل 25 وال5 كيلو منه ب125 جنيه إلا ربع. زيت كريستال دوار الشمس 700 ملي عامل 68 جنيه. العراب دبس رمان طبيعي 200 جرام عامل 40 جنيه. وفي منه صويا صوص ده عامل 35 جنيه. في هدية آلية زيت خليط 4 لتر ونص ب295 جنيه بدل من 315. وفي بيست شيراتون الأصلية سمنة 800 جرام عاملة 375. سلطان دقيق كيلو متعدد الأغراض ب19 جنيه. مكرونة لمتنا ب10 جنيه 45 قرش. وكده دخلنا على المنظفات. ففاكس صابون 4 قطع عامل 45 جنيه. اوكسي ال3 كيلو ده 2 كيلو يا جماعة عامل 115. وعندهم فحم شوي عامل 32 جنيه الكيلو. هو عنده لحمة بلدي ولا لا؟ عنده لحمة بلدي. لحمة بلدي كندوز الكيلو ب375. والكتف الضاني كامل بلدي عامل 460. وخروف كامل ضاني بلدي عامل 450. لحم موزة كندوز الكيلو عامل 415. والمفروم البلدي عندهم عامل 350. واللحم السمانة كندوز بلدي عامل 430. واللحم السن ده عامل 385. كبدة قلوب كلاوي كندوز بلدي عاملة 420. وبرجر كفتة سجق كندوز بلدي عاملة 325. كده فروع الفرجاني موجودة في فرع الزيتون وفي أحمد عصمت. وكمان في شبرا الخيمة المطرية شبرا رود الفرج ومصر الجديدة ومدينة نصر وفرع الهرم العروبة والمهندسين وأحمد إسماعيل شارع منشية التحرير شارع العبور في الفرع في العبور وجسر السويس والنعام وفيصل والجملة والنزهة وفيصل 20. وده اللي أنا صورت فيه يا جماعة. هو فرع في فيصل اللي هو في 20. في فرعين في 20 فيصل. وفي فرع في جمال عبد الناصر وفي اكتوبر وزهراء عين شمس. وفي كمان في منشية التحرير عين شمس. اي فرع من الفروع دي لو انت عايزة اي فرع من الفروع دي يا ريت تكتبي لي في الكومنتات وانا هرد عليكي على طول. بتمنى الفيديو يكون عجبك ويكون فدتك بالاسعار. ودي للاسف الاسعار اللحمة في الفرجاني انا عارفة ان الاسعار يعني غالية جدا بس طبعا لازم اديكم خلفية عنها. في كل الاماكن ان شاء الله هنزل لكم حاجات باذن الله قبل العيد برضو هتعجبكم باذن الله. بتمنى تشجعوني باللايك والشير والسبسكرايب. اشوفكم في فيديو جديد على خير. احلى واجمل اخوات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.